يا هلا بالمبدعين، معاكم هبة. النهاردة هكلمكم عن أول ميشن كي انفلونسر، وهي اسمها كي مومنتس، اللي هي أول لحظة عرفت فيها الكوري وإيه هي أكتر حاجة حبيتها وإزاي بدأت أشوف الكوري. كان في الأول من خلال دراما اتعرضت على القناة التانية زمان في بداية الألفينات. كان ساعات بيجيبوا ترجمة وساعات لأ. كانت قصة حزينة اسمها خريف في قلبي، بس الدراما كانت معمولة بطريقة إنها كانت مفهومة حتى لو ما كانش فيه ترجمة بتعرض. بعد كده بقى مسلسل أغاني الشتاء. بعد كده بدأت قناة كوريا تي في تتعرض على النايل سات في حوالي 2009، ومن خلالها كان في برنامج ستارتينج. البرنامج كان بيتكلم عن مسابقات، حاجات خاصة بالثقافة سواء داخل الدولة أو خارج الدولة، وعن حاجات عن الكي بوب وثقافات مختلفة. كان برنامج ممتع، وبرضه كان فيه تتعرض بعض الحاجات التعليمية لتعلم الكوري للناس اللي من دول تانية غير دول كوريا. بعد كده بتدور على كتب بقى خاصة بتعليم الكوري زي قصص صغيرة للأطفال. بعد كده بدأت أشوف بقى ايه الحاجات اللي بحبها، الاستيكرات، الورق، ازاي أعمل بوكلت صغنون بالكوري عن رحلة تخيلية، ازاي أقدر أعمل حاجات بالصلصال عن حاجات خاصة بكوريا، وتعلمت من خلالها حاجات عن تاريخ كوريا. بعد كده بقى بدأت في تجربة الطعام الكوري لأول مرة من فترة كبيرة، ومن ساعتها وانا حبيت الطعام الكوري ورحت المركز الثقافي الكوري وتعلمت بعض الوصفات هناك اللي طبختها. كان بيبقى يوم مرهق بس يوم جميل جدا، وبعد ما بنخلص اليوم بنلاقي مائدة مليانة بحاجات حلوة جدا من صنع ايدينا، وكان يوم رائع بصراحة. بعد كده عالم الكيبوب والمسابقات اللي كانت بتبقى موجودة في مصر، والفرق الكورية اللي بتيجي في حفلات في الأوبرا. وطبعا أكتر حاجة بحبها الموسيقى التقليدية، حفلات اللي جوه جاك دي بتبقى جميلة جدا. والسوجن اتعلمت حاجات كتير برضو. طبعا ما اقدرش اتكلم عن اي حاجة خاصة بكوريا غير ما اتكلم على منتجات العناية بالبشرة، منتجات رائعة جدا وسو سوفت. طبعا لو اخترتوا الحاجة المناسبة لبشرتكم. كمان ما اقدرش اتكلم عن الكوري وانسى الادب الكوري، من خلال الواحد بيقدر يشوف حياة الناس اللي قبل كده، المعاناة اللي مروا بيها، عاشوا حياتهم ازاي، لو كان في ظلم، لو كان في نجاح. فكل ده من خلال الأدب الكوري، وفي منه حاجات مترجمة وفي حاجات غير مترجمة، لكن القراءات ممتعة جدا. وكل دي كانت amazing moments بالنسبة لي، تعرفت فيها على ثقافة مختلفة وعلى حاجات مختلفة، وجربت أعمل فيديوهات برضو مختلفة. كانت يعني قصص مختلفة، لكن كل قصة فيهم الواحد بيتعلم منها حاجة جميلة. اتمنى الفيديو يعجبكم، واشوفكم ان شاء الله في الاسبوع الجاي.